طيب، الزمالك النهارده بيعدي من مطب حرس الحدود وبيكسب 2-0، وبيرجع لوصافة الدوري تاني او بيرجع للمركز التاني، في الدوري. طيب، انا السؤال بتاع كل مرة، هو انا ليه اطلع الشوط الاولاني عندي استحواذ مش اقل من ال 65%، والفرقة اللي بتلعب قدامي اللي هي حرس الحدود 35%، واطلع انا يبقى عندي فرصة ونص في الشوط الاولاني وهم عندهم 4 فرص منهم 3 جون. 3 فرص جون، يعني كان ممكن يخلص الشوط الاولاني ده 3-0. ليه؟ هقولها يعني في كل فيديو، ليه بتصعبها قوي 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 في الاول وبعدين ترجع تسهلها؟ انا ما اعرفش. انت في الشوط الاولاني واضح ان عندك مشكله في التلت الهجومي. طيب، انت بتلعب بالطريقه 4 2 3 1 ومثبت التشكيله والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، ما عنديش مشكله فيه. وعندك قناعه بثنائيه ناصر منسي وعدي. فاذا انت بتلعب عدي طرف يمين، فجبت بزيرة طرف شمال موته، ما بانش. بعد اول ربع ساعه قمت جاي مبدلهم هما الاتنين، جبت عدي مكانه وده مكانه. عدي مات، ما بانش لغايه ما طلع في الشوط التاني. طالما انت عندك قناعه بالثنائيه ديت وعايز تثبتها قدام، يبقى خلاص هات بزيرة في العمق، وقعد بقى عبد الله السعيد ينزل في الشوط التاني، وانزل بقى باحمد شريف طرف، مع ان انا مش مقتنع بيه عامل زي مهاجم الاهلي اللي جاي جديد ده. وانا لو مكانك اعمل حركه اسرع من كل ده، نفس التشكيله بس هطير بنتاج، هحط وينج شمال واحط تحت منه فتوح. بس انت حبيت بقى تستفيد بفتوح في الشوط الثاني على ان هو يخش في العمق ويبقى لعيب نص وجاب جون. ما عنديش مشكله، بس انا ليه اقعد لغايه الدقيقه 80 عمال ابلبع في ادويه مستني الجون يجي؟ ما هو مش كل ماتش انت بتلعب حرس الحدود. ده هيثم شعبان لغايه الدقيقه 80 الراجل بيدافع وبيلعب على التحولات. وبالمناسبة يعني هيثم شعبان مدرب محترم جدا وعنده تكتيك. المشكلة في الإمكانيات، في اللعيبة اللي بتطبق. اللعيبة كانت بتطبق بس هو ما عندوش الإمكانيات اللي تخلص. الراجل ده النهارده لو عنده لعيبة تخلص كان خطفك في جولين 3 وقفل عليك الماتش وشكرا. بس إمكانياته على قده. بس مدرب فكره واضح، مقسم ماتشه وعارف هو بيعمل ايه. الماتش في الاخر خالص وقع منه في اخر 10 دقايق. بس انت كزمالك انت ما ينفعش تعمل كده. انت ما ينفعش كل ماتش